السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة جديدة مع قطعة من قطع الأدوات المطبخ أو الرفاية. هل هي عملية ولا لأ؟ قطعة الخضار دي عبارة عن سنون كتير كده حادة، عاملة زي الإبرة بتاعة الخياطة التنجيد كده، لتقطيع أي خضار بقى، طماطم، خيار، جزر، بقطع متساوية أو حلقات متساوية. تعالوا نشوف معانا كده هل هي عملية ولا لأ، نجيبها ولا ما نجيبهاش. أول حاجة كده، أول ما حسيتها حسيتها إنها تنفع للناس المبتدئة كأكتر، يعني عشان يحموا إيديهم ويقطعوا حلقات بشكل كويس. شفت ناس بيعرضوها ب40 جنيه، بس هي لأ، هي ب15 جنيه، مش غالية للدرجة دي يعني. السكينة لقيتها هي اللي معوجة، فقلت أجرب سكينة تانية أفضل ونشوف هل هتطلع الحلقات كويسة ولا لأ. انتي نزلي السن لحد ما انت عايزة. أنا نزلت ونزلت بالسكينة لحد الآخر كده. هنشوف كده ودلوقتي ونفرطها هل هي كويسة ولا لأ. أنا بالنسبة لي كانت كويسة ومرضية، ما كانتش سيئة يعني، ومش خسارة فيها الفلوس ولا حاجة. قطعة بتنفعني. أحيانا بحب أشكل حاجات. ممكن مش كل القطع طلعت في نفس الشكل، بس يمكن عشان دي كانت أول مرة أجربها معاكم. بس في المجمل يعني هي قطعة حلوة، وهاتيها في مطبخك هتنفعك، أو لو عندك بنت مبتدئة برضو هتنفعها جدا. يلا هنكمل باقي الفيديوهات، ما تنسوش اللايك.